السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما اتعودنا وزي ما احنا عارفين النهارده هنكمل كورس تأسيس القراءة والكتابة المستوى التاني ان شاء الله. ووصلنا لحرف الضاء بالحركات الثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني وتشرفوني عشان تعرفوا الجديد اللي بيحصل في القناة والفيديوهات اللي بتنزل اول باول. يلا نبدأ مع بعض ونقول الدعاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. أحسنتم، جزاكم الله كل خير. يلا نقرأ لوحة الحروف مع بعض بالأصوات على طول. ها: صا، صي، صو، ممتازين. ضا، ضي، ضو، رائع. طا، طي، طو، ممتاز. ظا، ظي، ظو. ع، عي، عو. غ، غي، غو. ف، في، فو، ممتازين. تيجي بقى ورا قلم عشان هنتملى النهارده كلمة بالحركات الفتحة والضمة، وهقول الكلمة وتبتدوا ان انتوا تكتبوها. اتفقنا؟ ها: ربط. هناخدها حاجة حاجة. را، ب، طا. را، ب، طا. ربط، ربط، ربط. ها: اول حاجه بنقولها هي اللي هنكتبها في الاول. را، نركز. را، ب، ب، رب، طا. ربا، طا. تعالوا نشوف بقى صحابنا الحلوين كتبوها كده صح ولا لا. اللي كتبها صح كده ممتاز، اللي كتبها كده صح قصدي هعمل له نجمه. ممتاز، انت رائع. ناخد كلمه اخرى. ها: شرب، 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 شرب. نوقف الفيديو ونكتب ونرجع نتأكد من الإجابة. اللي كتبها كده ممتاز ممتاز ممتاز، هعمل له قلب. أو اللي كتبتها كده هعمل لها قلب. ممتازين، شطار شطار، أحلى ولاد وأحلى بنات. تعالوا بقى نفتكر الحركات الثلاثة بتوعنا. خلاص بقى احنا خلاص دول بقوا أصحابنا واحنا حافظينهم. ها: الفتحة والضمة والكسرة. ادي الفتحة وادي الضمة وادي الكسرة. كان الحصة اللي فاتت بيلعبوا مع ايه يا ولاد؟ مع حرف الطاء. الحركات الثلاثة بقى بعد ما هم قصدي كانوا بيلعبوا مع حرف الطاء، راحت الفتحة قالت لهم: انتوا تعرفوا ان حرف الطاء ليه اخ؟ قال لهم: بجد؟ قالت لهم: ده اخ توأم شبهه جدا. فقالوا لها: طيب خلاص احنا كده خلصنا لعب مع حرف الطاء، احنا عايزين نروح نتعرف عليه نلعب معاه. قالت لهم: ماشي. طب بس انا اول واحده الفتحه هروح ابدا والعب معاه واتعرف عليه. قال لها: ماشي. فراحت الفتحه عشان تلعب مع حرف الضاء. بصوا كده يا ولاد، ده ايه؟ حرف الضاء. والضاء من الحروف ايه يا ولاد؟ اللثوي. يعني ايه حرف اللثوي؟ يعني نطلع طرف لساننا واحنا بننطق حرف الضاء. ضاء، ممتاز. جت الفتحه قالت له ايه؟ قالت له: يا ضاء ممكن اجي اتعرف عليك؟ انا اتعرفت على اخوك، ممكن بقى اجي اتعرف عليك انت كمان؟ قال لها: طبعا. فادي الضاء والفتحه جت تلعب معاه. فجت الفتحه عشان تلعب مع الضاء قال لها: يلا عشان نلعب مع بعض. قالت له: لا احنا ما بنكونش كده، احنا لما بنيجي نلعب مع بعض لازم انا ايه؟ اكون فوق الحرف. تكون في ايه فين يا ولاد؟ فوق الحرف بالشكل ده. قالت له: انا لما هلعب معاك كمان يا ضاء هغير اسمك. قال لها: هتسميني ايه؟ قالت له: هسميك ضاء فتحه. هتسميه ايه؟ ضاء فتحه. كمان هغير صوتك. قال لها: ايه ده؟ هتغيري صوتي ازاي؟ قالت له: هنفتح الصوت على الاخر. قال لها: طب سمعيني. قالت له: اسمع كده: ضا 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 ضا. قال لها: الله، حلوة قوي الصوت ده. طب ممكن تقوليه مرة تانية؟ قالت له: ضا. يلا نقولهم معايا يا ولاد: ضا ضا ضا. يبقى ضاء فتحة، ضا نطلع طرف لساننا. ضا ضا ضا، ممتاز. جت بقى ايه؟ جت الكسرة. قالت: انا كمان عايزة العب مع حرف الضاء. راح الضاء قال لها: تعالي.
تعالي انت كمان العب معايا. الكسرة مكانها فين يا ولاد؟ ها، تحت الحرف. ممتاز. ادي الكسرة هتلعب مع حرف الظاء. فحرف الظاء ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها هي كسرة. انت دلوقتي انت كمان هتغيري اسمي؟ قالت له طبعا انا زي اخواتي، هغير اسمك، هسميك ظاء كسرة. هسميه يا ولاد ظاء كسرة. ظاء كسرة. ممتاز. قالت له كمان هغير صوتك. قال لها ازاي؟ قالت له هكسر الصوت. قال لها هتكسريني؟ قالت له لا مش هكسرك، احنا هنغير الصوت وهنكسره ونخليه لتحت كده. قال لها طب سمعيني. قالت له اسمها كده ضي. ضي. شايفين الفم عامل ازاي؟ ضي. ضي. ممتاز. ضاء كسرة. ضي. ضي. جت الضمة. قالت بقى خلاص بقى كده يا كسرة انت لعبتي مع حرف الضاء، انا كمان عايزه العب معاه. جه الظا وقال لها تعالي. مبسوط قوي حرف الظا ان الحروف عايزه تتعرف عليه وتصاحبه. ادي حرف الظاء وادي الضمه. الضمه هنا صح يا ولاد؟ مكانها فين؟ فوق الحرف. ممتاز. ادي الضمه فوق الحرف. قالت له انا كمان هغير اسمك. قال لها هتسميني ايه؟ هتسميه ايه يا ولاد؟ ها، خلاص احنا عرفنا ظاء ضمه. ممتاز. هتسميه ايه؟ ظاء ضمه. قالت له كمان هغير صوتك، انا مش اقل من اخواتي في حاجه، انا كمان هغير صوتك. فقال لها طب هتغيري الصوت الصوت هيبقى عامل ازاي؟ قالت له هنضم الصوت. قال لها الله، سمعيني كده. قالت له اسمع كده ضو. ضو. ضاء ضمه. ضو. ضو. الله الله، حلو قوي الصوت. تاني ضو. 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 ممتاز. يبقى احنا خدنا 3 اصوات لحرف الضاء مع الحركات. ها، ضا، ضي، ضو. ضا، ضي، ضو. ضا، ضي، ضو. ممتاز. نسمع بقى القصه بتاعتنا. ايه الحلوين علشان حلوين قاعدين ازاي كده ونرفع ايدينا ضهرنا ورا وشنا على السبوره. كان يا مكان في قديم الزمان كان في ولد اسمه ظريف. ظريف ده يا ولاد كان ايه؟ كان من الناس النظيفة جدا. نظيف ايه جدا. كل يوم يصحى الصبح يغسل اسنانه ويسرح شعره، وكمان كان بيهتم بايده جدا وبايه؟ بالظفر. وكان ايه؟ بيهتم بنظافة الظفر. كان بيهتم بنظافة ايه؟ الظفر. وعلى طول كان بيقص ظفره، وكان على طول ايه؟ بيهتم ان هو لازم يبقى نظيف وايه شكله جميل. فبعد ما صحي من النوم يا ولاد وجهز نفسه واكل فطاره وراح على المدرسه. راح ايه يا ولاد؟ على المدرسه. وخلص يا ولاد اليوم الدراسي. وهو راجع من المدرسه كانت ايه؟ الشمس قويه جدا. وهو ماشي لقى ايه يا ولاد؟ بصوا كده، لقى ظل. لقى ايه؟ ظله. لقى ايه؟ ظله. فكان مبسوط قوي بظله وقاعد ايه يا ولاد؟ بيلعب مع ظله في الشمس. وهو فرحان بشكل الظل، بيحاول ايه؟ يدوس على الظل ومش عارف، عشان هو الظل دايما بيبقى خلف الانسان. بيبقى ايه؟ خلف الانسان. بيحاول ايه؟ يدوس على الظل وايه؟ ويلعب كده وهو مبسوط وفرحان. وهو بيلعب يا ولاد فجأة لقى ايه؟ بصوا كده، لقى ايه؟ لقى ظرف. لقى ايه؟ ظرف. فاخد الظرف من على الارض يا ولاد وفتح الظرف. لقى ايه يا ولاد؟ لقى فيه فلوس كتيرة. لقى ايه؟ فلوس كتيرة قوي. ايه ده؟ استغرب جدا. قال طيب بص كده في الشارع، ما لقاش حد ولا حد ماشي ولا اي حاجه. قعد يقول طب الظرف ده بتاع مين؟ قعد يبص كده على الظرف ويشوف ويقلب في الظرف كده. لقى ايه؟ لقى مفيش حاجه مكتوبه عليه. فاستغرب جدا. فقرر ان هو ياخد الظرف ويرجع على البيت. اول ما روح قال لمامته، قال لها ماما. قالت له في ايه؟ قال لها وانا بلعب في الشارع وانا راجع من المدرسه لقيت ايه؟ لقيت ظرف. لقيت ايه؟ ظرف. والظرف ده طلع فيه فلوس. قالت له ايه ده؟ طب وريني كده. بص كده. قالت له فعلا ده فيه فلوس كتيره قوي. طيب انت ما تعرفش الظرف ده بتاع مين؟ قال لها لا يا ماما، انا لقيته في الشارع والشارع كان فاضي تماما. قالت له طيب يعني دلوقتي خلينا نفكر نشوف هنعمل ايه. فقالت له طيب تعالى يا ظريف معايا، احنا هنرجع تاني للشارع ونشوف يمكن يكون في حد بيدور على ظرف هناك. رجعوا فعلا في الشارع يا ولاد وفضلوا ماشيين فيه رايحين جايين. مفيش حد. ويسألوا في الشارع اللي بعديه، يسألوا اذا كان في حد وقع منه ظرف. مش لاقيين. الناس بتقول لا مفيش حد وقع منه اي حاجه. فقالوا له خلاص احنا لقينا ظرف. لو صاحب الظرف ده عدى من عندكم وسألكم قولوا له عننا وسابوا له الرقم بتاعه. قالوا لهم ماشي.
فقعدوا يا ولاد بكذا يوم يدوروا على صاحب الظرف، مش لاقيين، يدوروا كتير وكل يوم يروحوا نفس الشارع مش لاقيين. فظريف قال لمامته، قال لها يا ماما طب احنا هنعمل ايه بالظرف ده؟ قالت له انا عندي فكرة تانية، احنا ممكن نكتب على الفيسبوك ونشوف ونسأل ونقول يا جماعة في ظرف احنا لقيناه، واللي واقع منه ظرف فيه فلوس يبلغنا ويقول لنا ايه هو شكل الظرف عامل ازاي والفلوس اللي فيه وقع فين. فسابوا بقى يا جماعة، سابوا بقى البوست ده على الفيسبوك، وفضل ايه بالايام لحد ما في يوم من الايام حد بعت لهم مسج او بعت لهم رساله يعني على الفيسبوك وقال لهم انا وقع مني ظرف فعلا في فلوس في شارع كذا. فقال له طيب انت لازم تقول لنا شكل الظرف عامل ازاي وعدد الفلوس اللي فيه كانت ايه. قال لهم عدد الفلوس اللي فيه كان فيه 5000 جنيه. قال له طيب انت الظرف ده وقع منك فين؟ فقال لهم وقع مني في شارع كذا في ساعة الظهر، كانت ايه شمس قوية جدا وقع مني وانا ما اخدتش بالي. فقالوا له فعلا تعالى، وفعلا جه وادوا له الظرف بتاعه وفرح جدا الراجل وقال له شكرهم جدا وقال لهم انتوا عارفين الظرف ده كان فيه الفلوس بتاعه الشغل بتاعتي وقعت مني، وانا لما روحت ما كنتش لاقي الظرف وكنت مهموم جدا وشايل هم ومش عارف هرجع الفلوس دي مش بتاعتي وانا حد موظف صغير ومش عارف اعمل ايه. انا متشكر جدا على امانتكم وجزاكم الله كل خير. ودودة خلصت الحدوته. يبقى احنا النهارده خدنا حرف ايه يا ولاد؟ ظا، ظي، ظو، ظا، ظي، ظو. نشوف كلمات القصه بتاعتنا يا ولاد. ها، ظرف، ظرف، ها بيبدأ بايه؟ ظرف، ظرف، ها بيبدأ بايه؟ بظي. هو انا بقول ظرف، اقول ظرف، ما قلت ظرف، اقول ايه؟ ظرف، ظرف بيبدأ بايه؟ ظا. ممتاز، ظا فتحة صوتها ظا. ممتاز. طيب نشوف الكلمة التانية. ها، ظفر، 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 ظفر بيبدأ بايه؟ نشوف شكل الفم عامل ازاي واحنا بنقول ظفر، 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 ظو. ممتاز. يبقى ظفر نبدأ بظو. آخر كلمة معانا ظل، ظل، ظل. ده الظل يا ولاد، ظل، ظل. ها تبدأ بإيه؟ بظي. ظل على الأرض وظي كسرة ظي. ممتاز. تعالي نشوف حرف الظا، ظي، ظو بيتكتب ازاي بكل بساطة. حرف الظا بنشوفه ازاي؟ فاكرين؟ ها، اطلع فوق، اعمل قبة، امشي اقفلها، ها، وليها عصاية صغيرة وفوقيها نقطة. ممتاز. نكتبها مرة تانية. اطلع فوق، اعمل قبة، امشي اقفلها، وليها عصاية صغيرة وفوقيها نقطة. ممتاز. تعالوا نشوف بقى الفتحة. فاكرين بنكتبها ازاي؟ ها، شرطة مايلة فوق الحرف، شرطة مايلة فوق الحرف. طب الكسرة؟ شرطة مايلة تحت الحرف، شرطة مايلة تحت الحرف. طب الضمة؟ دائرة صغيرة وبتتزحلق فوق الحرف، أو واو صغيرة. يبقى احنا النهاردة يا ولاد خدنا ايه؟ حرف ايه؟ ضا، ظي، ظو. النهارده الحرف الظاء بالحركات الثلاثة. لو عجبتكم طبعا ما تنسوش تعملوا اللايك وتسيبوا لي اي سؤال او كومنت تحت الفيديو، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.